معقول كيزا يتدخل براسه في راسية وفي كرة عرضية كانت من سياو وضربة حرة مباشرة أتت من سياو. كيزا في اليوم الأخير في اللحظة الأخيرة في اللقاء الأخير، وإن كان يتبقى لقاء على مستوى الدوري، ولكن هنا طبعا كيزا اللي قال لي واحد والله قبل المباراة إن من سيحسم المباراة كيزا، وهذا هو الآن. كيزا طالع براسه على ال6 ياردة ويتدخل ويسجل هدف من كرة ثابتة عن طريق سياو. الكرة الثابتة لها دور والمتحركة لها دور والوجه له دور. وهنا طبعا كيزا إن لم يسجل في الاتصالات سوى المباراة لما أعيدت وتحط المساعد وتحط اللاعب، وضح تماما أن اللعبة في زاوية المساعد كذلك. إذن ضربة جزاء لصالح النادي الأهلي. هذا هو جرافيتي على التنفيذ. الدقيقة 71 من زمن هذا اللقاء، هو جرافيتي 19 دقيقة تفصلنا عن نهاية زمن هذا اللقاء. جرافيتي البرازيلي، جرافيتي هداف هذه البطولة، يتقدم يلعبها جول، وهدف التعادل 1-1. جرافيتي يعيد الأهلي إلى المباراة. جرافيتي نعم يعيد الأهلي إلى المباراة ويحرك المدرجات لفريق النادي الأهلي، الفريق الذي نعم تقدم في شوط المباراة الثاني في أكثر من مرة، حاول في أكثر من مرة، راوغ في أكثر من مرة، سدد أكثر من مرة، تألق الحارس بكل المناسبات الماضية، ولكن في هذه المناسبة حاول وقدرات جرافيتي بالتسديد كانت غير مقبولة، وبالتالي 1-1. إذا 1-1. كيزا أن تقدم للشباب في شوط المباراة الأول، وفي الشوط الثاني كان الحضور لجرافيتي من ضربة جزاء. 1-1. تخيل يعني حتى لو خيمينيز هو اللي حيسدد للنادي الأهلي. حكم الآن يتأكد من اللاعب من الرقم. خيمينيز، الكرة الأولى لصالح النادي الأهلي عن طريق خيمينيز، تشيلي خيمينيز، فيما تشيلي نادي الشباب فيلانويفا عمل عملية في قطر على طول تتلعب جول، خلصها خيمينيز، سجل خيمينيز. الآن لاحظ لعبها على طول، حط الحارس في زاوية، لعبها في زاوية. طيب الآن الدور على الشباب. شوف ردة الفعل، هذا يظهر كرة عندنا هذا عادل عبد الله وراء الضربة الأولى، ضربة الترجيح الأولى بالنسبة للشباب. عادل عبد الله يلعبها وخلصها حارس المرمى عبيدة طويلة. إذا الأهلي نجح في ضربة الترجيح الأولى عن طريق خيمينيز، فيما فشل عادل عبد الله في ضربة الترجيح الأولى للشباب بعدما تألق عادل. شوف ليه هذه شبابية الثانية، ودي طبعا ردة الفعل بالنسبة للأهلاوية واضحة تماما. إذا حنشوف الآن مين حيسدد للأهلي الآن. هذه أهلاوية حمشة أبدا، يعني نقول نار والعة. إذا هذا إيمانا، شوف إيمانا، هاي غالي مرتهن السمرة، إيمانا على التنفيذ الكاميروني. إيمانا، وهنا طبعا الكادر الفني والإداري والاحتياط الشباب. هذا إيمانا كاميروني، إيمانا مع النادي الأهلي. ضربة الترجيح الثانية الكاميروني إيمانا، يسجل ولا ينجح اللي هو سالم عبد الله. إيمانا يلعبها جول.
هذا إيمانا ينجح في التسديدة الثانية. إيمانا لو تلاحظ في حاجة، شوف ردة الفعل يا لطيف. مش معقول، لا الدنيا دنيا اللي قاعد يصير هيصة حقيقة. على فكرة لاحظ، يعني هي معلومة وليست قاعدة. اللي يسدد باليمين يلعب بالقدم اليمين، هتلاقيه يسدد على اليمين، يسدد على اليمين. الآن كيزا للشباب، حشوف تتلعب جول، سجل على طول كيزا، سجل كيزا. إذا ركلتين مقابل ركلة، لأن الشباب فشل عن طريق عادل عبد الله في التسجيل الركلة الأولى، فيما نجح الأهلي في تسجيل ركلتين خمينيز وإيمانا. الآن كيزا سجل وتقلص الفارق. هذه ردة فعل جماهير الشباب. شوف شلون يا عيني، يعني قلت لك ردود الأفعال غير عادية أبدا. الآن الحالة النفسية خطيرة. 4 أحمد معضد الأهلي. أحمد معضد، هذه الركلة الترجيحية الثالثة. الأهلي أحمد معضد، لا أحمد معضد جول على طول، سجل أحمد معضد جول. إذا ثلاث ركلات ترجيحية للأهلي تسجل. الآن الركلة الترجيحية الثالثة للشباب. الشباب سجلوا ركلة وضاعت منهم ركلة الأولى ضاعت. عادل ضيعها لما خلص حارس المرمى. كيزا سجل. الآن حنشوف مين حيسجل. هذا أحمد معضد. شوف ردة الفعل عليه، ردة الفعل يا لطيف. ردة الفعل كانت غير عادية. وهنا طبعا حيدروف على التنفيذ. وين حطم حيدروف جول، سجل حيدروف. إذا لا زال حتى الآن الفارق هدف للأهلي، على اعتبار أنه من ثلاث ترجيحات، 3 ركلات ترجيحية. هذا اللي مرت حيدروف، 3 ركلات ترجيحية سجل الأهلي 3، فيما سجل الشباب ركلتين وفشل في تسجيل ركلة. جرافيتي الرابع الآن. شوف حريمهم على أعصابهم. جرافيتي وجول. وسجل جرافيتي الآن. الركلة الرابعة. الآن عاد الركلة الرابعة للشباب. شوف الحارس راحلة على فكرة، بس الكرة كانت أسرع منه. كان فارق العصابة. واقف الآن هو مستشار النادي الأهلي. ردة الفعل هي أيضا ردة الفعل. مين الآن عيسى محمد. والركلة الرابعة، الركلة الترجيحية الرابعة. حكم الرابع عشان الجمهور اللي ورا. على كل حال هذا عيسى يسجل وهدف، ويسجل عيسى. الآن على فكرة شوف عاد الرك وكل شيء متوقف على الترجيحية الخامسة للنادي الأهلي.
إذا سجل حسمت إذا سجل حسمت البطولة عند الأهلي. إذا سجل لأن الفارق هدف، الفارق ركلة لصالح النادي الأهلي. حنشوف مين شايف 4-3. خمينيز، إيمان، أحمد معبد، جرافيتي، الأربعة سجلوا للأهلي. كيزا، حضروف، عيسى 3 سجلوا للشباب فيما فيصل عبد الله. الآن مين؟ خلينا نشوف. بشير سعيد والخامسة ويلعبها وجول، والبطولة تذهب لصالح النادي الأهلي. مبروك الأهلي على هذا اللقب، على هذه البطولة، كأس الانتصارات أرض الشباب. كثر خيركم، الفريقين ما قصروا، ولكن البطولة بركلات الترجيح لأول مرة تحسب لصالح الأهلي على حساب الشباب في هذا التحدي. 6-5 المباراة انتهت. الأهلي سجل 5 ركلات ترجيح، الشباب سجل 3 ركلات اوريدي. الركلة الخامسة مش حتتلعب لأن الأمور حسبت. كيكي ينهي الموسم ببطولة بلقب للنادي الأهلي، لقب الترجيح. هذا هو من ذهب باللقب، هذا هو من كان سبب اللقب في التسديدة الخامسة، في الركلة الخامسة، في حسم اللقب. قدم بشير اليسرى من حسمت اللقب. إذا مبروك للأهلي، مبروك للأهلي. لن أقول مبروك لشخص واحد فقط، ولكن للجميع، لكل الأهلاويين، لكل المتتبعين، لكل من يعشق النادي الأهلي، لكل من يحب النادي الأهلي. وكذلك مبروك للشباب. نعم، لأن الشباب لم يقصر، الشباب قدم مردود طيب تماما. المباراة